نقطة ومن أول السطر. عايز تبدأ دورة جديدة؟ طب هو أنت قفلت دفاتر الدورة القديمة؟ طيب ما تكلمنيش في دورة جديدة إلا ما تقول لي أنت كسبت ولا خسرت في الدورة اللي فاتت. مش عارف؟ لا ما ينفعش، لازم تكون عارف وتقيم الدورة اللي فاتت أنت كسبت ولا خسرت. طب لو كسبت ده أكبر مكسب ممكن تحققه من الدورة، إيه سبب خسارتك؟ مش هو مشروع استثماري؟ ما ينفعش تشتغل بالبركة. ده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. السلام عليكم، معاكم الدكتور حماده عريضه استشاري تغذيه الحيوان. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي تقيم الدوره بتاعتك، تقيم الدوره اللي انت عملتها، انت كسبت ولا خسرت. طيب تعالوا نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لخساره المربي في دوره التسمين. عندنا 3 اسباب رئيسيه، دولتي هم اساس الخساره اللي انت ممكن تحصل عليها في الدوره بتاعتك. اول سبب عندك ان انت ما بتسجلش، ان انت شغال بالبركه. يعني ايه؟ يعني انت مش عارف انت تكاليف الدوره عندك قد ايه، ولا عارف العائد من الدوره عندك قد ايه. بمعنى انت معاك فلوس اشتريت حيوانات، معاك فلوس جبت علف، معاك فلوس جبت علف تاني، ما معاكش فلوس قللت العلف شويه، وهكذا لغايه ما جيت في الاخر بعت الحيوانات ولميت فلوس الايه ده بعت بيها الحيوانات. طب هل الفلوس ديتي في فرق ما بين اللي انت دفعته واللي انت جمعته في اخر الدوره؟ مش عارف. فهنا التسجيل مهم. ليه؟ لان التسجيل بيبدا عندك من ساعه ما تستقبل الحيوانات في المزرعه. هتبدا تعمل فايل للدوره بتاعتك. اول حاجه انت استقبلت الحيوانات، طبعا بعد ما اخترت الحيوانات كويس ودخلوا عندك المزرعه واستقبلتهم، تبدا ان انت ترقم الحيوانات بتاعتك وتبدا تعمل لكل حيوان فايل او سجل عندك، وتبدا ان انت تسجل بقى ثمن شراء العجول ديتي واوزانها، وبناء على الاوزان هتبدا تدي الحيوانات احتياجاتها. امال انت بقى لو ما سجلتش شغال ازاي؟ بتدي الحيوانات ازاي؟ طب لو ما عندكش ميزان في المزرعه انت بتحدد احتياجات الحيوانات ازاي؟ لازم يكون عندك ميزان في المزرعه، ولازم تسجل كل كبيره وصغيره في المشروع بتاعك، لان ده اللي بيفرق اللي فاهم من اللي شغال بالبركه. وطبعا ما بيتساووش في الاخر الاثنين في المكسب، لا اللي شغال بالورقه والقلم ده ان شاء الله ربنا بيكرمه، لان انا لا نضيع اجر من احسن عملا. هتبدا ان انت تشتغل صح هتوصل لنتيجه صح. طيب يبقى انت سجلت وزن الحيوانات عندك، عرفت الوزن وعرفت احتياجات الحيوانات، هتبدا تدي لكل حيوان احتياجاته، وتيجي توزن دوري كل 15 يوم او كل شهر بتوزن الحيوانات عندك. ليه؟ ايه الهدف من كده؟ عندك سببين يخلوك توزن، او هدفين عندك لازم تحققهم من الوزن. اول حاجه ان انت بتعرف معدلات النمو بتاع الحيوانات بتاعتك، وتعرف كفاءه التحويل بتاعتهم، وتشوف المشكله في الحيوانات ولا المشكله في العلف. طيب هتعرف ازاي المشكله في الحيوانات ولا في العلف؟ لما تشوف متوسط العنبر عندك، انت عندك الحيوانات داخله كلها في متوسط وزن قريب من بعض. لو معدلات النمو كلها قليله يبقى اذا المشكله في العلف. لو عندك فروق فرديه وعندك حيوان 2 في العنبر معدلات النمو بتاعته واقعه او قليله، ده اللي هتبدا ان انت تستبعده عشان ما يجيش في الاخر ياكل المكسب بتاع الحيوانات التانية. طيب يبقى ده الهدف الاول، ان انت بتعرف تقيم العلف بتاعك وتعرف معدلات نمو العجول. قيمت العلف وقيمت العجول. تاني حاجه ان انت لما العجول بتزيد في الوزن احتياجاتها بتزيد، فبتبدا ان انت تحدد احتياجات الحيوان وترفع العلف اللي الحيوان هياكله في باقي الدوره عندك بناء على الوزن الجديد بتاعك. يبقى ده اهميه التسجيل. ده سبب من اسباب ان انت تخسر لو مش بتسجل. طب السبب الثاني ان في بعض الناس ما بتبقاش واخده مشروع تسمين العجول ان هو كمشروع مستقل، ولكن هو بتبقى عنده اكتر من مشروع والمشروعين فاتحين على بعض. يعني وليكن مثلا عنده مصلحه والعائد اللي بيجي منها بيحطه في العجول، فهنا هو مش عارف يحسب تكلفه المشروع بتاعه، ولا عارف يحسب ربح المشروع الاول، ولا تكلفه المشروع الاول، ولا تكلفه المشروع الثاني، ولا ربح المشروع الثاني، وده غالبا بيخسر. ولو كسب بيبقى عنده المكاسب هامش ضعيف ومش قادر يحددها كمان. تمام؟ ده السبب الثاني، ان انت بتبقى مش فاصل المشاريع بتاعتك عن بعضها.
ثالث سبب وده برضو سبب مهم جدا، ان انت الاختيار الخطا. والاختيار الخطا ده بيبدا عندك من ايه؟ المزرعه بتاعتك اختيارها خطا، يعني المكان نفسه مش مظبوط، فبالتالي ده اختيار خطا. الحيوانات نفسها ما اخترتهاش زي الكتاب ما بيقول، زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي ايه السابقه. طيب ده تاني حاجه. تالت حاجه ان انت اصلا مش مختار الحيوان المناسب لامكانياتك. ايه علاقه الامكانيات بالحيوان؟ طبعا لو انا امكانياتي ضعيفه او امكانياتي الماديه مش احسن حاجه، يبقى انا هنا يناسبني الجاموس ما يناسبنيش البقر. ازاي؟ ما احنا شرحنا ده في الفيديو اللي قبل كده. طيب لو انا امكانياتي كويسه، يبقى انا هنا حاجه من الاثنين، انا عايز نظام تسمين سريع ولا نظام تسمين بطيء. ده اللي بيحدد ان انا محتاج اعمل الدوره، اعمل كام دوره في الايه في السنه. لو انا عندي امكانيات عاليه ومحتاج وهعمل تسمين سريع، يبقى انا هعمل اكتر من دوره في الايه في السنه. طب لو انا امكانياتي عاليه بس انا عايز اشتغل براحتي وعايز اطلع دوره واحده اللي هي الدوره بتاعي ايه عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين، يبقى هنا انا هشتغل على التسمين الايه التسمين البطيء. طيب ثالث اختيار خطا ان انت ايه بقى تختار العلف الخطا. يعني ايه؟ ما هو انت اشتريت الحيوان صح، بس جبت له علف ايه ما بيحولش. ونرجع نقول السبب الاولاني اللي انت ما سجلتش، فبالتالي ما عرفتش تقيم العلف بتاعك. فلو انت قيمت العلف بتاعك هتعرف ان انت اخترت العلف صح او اخترت علف ايه غلط. طيب لو انا قيمت العلف وجيت في اول شهر ولقيت العلف عندي معدلات التحويل منخفضه وبالتالي كفاءه العلف منخفضه، يبقى هنا اعمل ايه؟ طبعا هتبدا ان انت فورا ان انت تجيب علف تاني او تعمل تركيبه علف عندك تكون ايه متزنه في الطاقه والبروتين وتكفي احتياجات الحيوانات عشان تديك معدلات النمو. طيب ينفع يا دكتور ان انا النهارده اوقف العلف ده وابدا في العلف الثاني؟ لا، ده كده انت هتعمل مشكله ثانيه، اللي هي انت هتعمل اضطرابات للحيوانات، وهنا بتقلل كفاءه استفادتها من من العلف، لان البيئه بتاع الكرش، ودي ان شاء الله هنعمل ليها فيديو كامل ان شاء الله بالتفصيل عن بيئه الكرش وازاي ان انت تحافظ عليها وتخليها احسن حاجه عشان تحصل على معدلات هضم عاليه واستفاده عاليه من الغذاء. طيب يبقى انا هنا المفروض اعمل ايه؟ هبدا انقل في مده 15 يوم من العلف القديم للعلف الجديد. كل 5 ايام بنقل حوالي ثلث العلف، يعني بقسم على 3. لو قلنا مثلا ان العجل بياكل 6 كيلو، يبقى انا هاجي في اول 5 ايام انا هشيل 2 كيلو من العلف القديم واحط مكانهم 2 كيلو من العلف الجديد، تمام، لمده 5 ايام. وبعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا اشيل كمان 2 كيلو واحط 2 كيلو، بقى 4 من العلف الجديد و2 من العلف القديم. وفي اخر 3 اسابيع بشيل العلف بعد ال 15 يوم ببدا ان انا ببدا ادخل العلف اللي معايا اللي هو العلف الجديد بنسبه 100%. وبكده اكون حافظت على اتزان الميكروفلورا اللي موجوده في الكرش، وحافظت على خصائص بيئه الكرش اللي هتعمل لي اعلى معدلات هضم، ومنها احصل على اعلى معدلات استفاده من العلف بتاعي. تمام. لو وصلت للجزء ده في الفيديو ما تنساش المتابعه وتشير الفيديو، ولو عندك اي استفسار سيب لنا في الكومنتات. وقبل ما اقفل لازم اقول لك ما تربيش وخلاص.